السلام عليكم، مرحبا بكم خاوتي. ان شاء الله كامل تكونوا بخير، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح خاوتي. قدامنا نبداو صحة صيامكم، صلوا على اشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم. صح يوم صعيب خاوتي. قدامنا نقول لكم واش راهو صاري. كاين منكم ياسر سقساو على الصواريخ العنقوديه خاوتي. واش معناه خاوتي؟ مختصر مفيد خاوتي. الصواريخ العنقوديه بكل اختصار، زعما الصاروخ راه فوق اسمه، فوق تل ابيب. قبل ما تضربوا الدفاعات الجويه يتفتح على واحد 400 قذيفه. تستمى دفاعات واش راح تضرب في 400 قذيفه؟ ما تقدرش، ما شكيتش. وال400 قذيفه هذو يهبطوا متوزعين على واحد 500 متر، معناها يهبطوا على حي سكني يدمروه بالكامل خاوتي. هذا راه مجرد اختصار خفيف برك، ومن بعد نزيدو نحكوا عليها كي نعودوا ليبر، نزيدو نحكوا عليها اكثر. المهم دركا واش راه صاري خاوتي؟ ايران راح تنضر بكل قوه، راها تنضر راه عليها واحد الضرب كيما اليوم ما شافتوش. على بها راها تغلق في مضيق هرمز ودير لهم في الضغط باش يحبسوا عليها، لخاطر راها تتعرض لضرب قوي 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 جدا. وعلاه القناه 12 الاسرائيليه واش قالت انه امريكا جاتها معلومات قادره تحبس الحرب على ايران في اي لحظه. وصح الاعلام الامريكي زعما يهدر باللي حطمنا القدرات الصاروخيه تاع ايران، حطمنا القدرات النوويه، حطمنا القدرات البحريه. زعما يوجد باللي في اي لحظه حبسنا الحرب مع ايران. فهمت كيفاش؟ يهيئ فينا نفسيا، شغل يهيئ في العالم نفسيا كيما هكا. بصح لو كان كملوا معاها صح ما يخرجش الحرس الثوري درك ويقول لك اطلاق موجة صواريخ 37 من الصواريخ. الوعد الصادق 4 سموها الوعد الصادق 4، موش الوعد الصادق تاعنا خاوتي اللي فات تاع الجزائر. ها صح، قال لك ستدوم على 3 ساعات، معناها من الوحدة دركا. حاليا راه الوحدة و57 انا عندي، راني شفت قبيل الاخبار وهذا وين راني نقول لكم فيه. معناتها 4 سوايع خاوتي، 4 سوايع باه يحبس الضرب. المهم سفارات الانذار راهم في تل ابيب وحيفا راهم دايرين حاله، الناس راها متخبيه يا ودي، الدنيا راها ما تعجبش. اما لبنان ثاني فكرتوني، لبنان ثاني راه تضرب في اسرائيل، واسرائيل راها ترد على لبنان. يا ودي كارثه، ربي يجيب الخير وخلاص. اما دول الخليج خاوتي، السعوديه قال لك اعترضنا 7 صواريخ و2 مسيرات صح. كانوا رايحين المنشآت نفطيه. البحرين ايضا قالت باللي يا ودي ضريت بقوه، لكن حبسنا شويه مسيرات. الامارات الخمارات العبريه قالت اعترضنا 7 صواريخ و2 مسيرات. قطر ثاني قالت اعترضت 11 صاروخ و2 مسيرات. هذو كامل قالوا اعترضنا، وما كان حتى فيديو خاوتي. لحد الان ما شفنا حتى فيديو. علاه لاخطراش قال لهم يا ودي اللي صور يتعاق، اللي صور خاوتي يتعاق صح. الاردن كذلك راه ثاني تضرب خاوتي، وقالت لك اعترضت زوج صواريخ. العراق قالت اعترض 2 صواريخ و4 مسيرات كانوا رايحين يضربوا قواعد عسكريه امريكيه، قالت اعترضناهم. يعني الضرب خاوتي راه في كل بلاصه. البنتاغون خاوتي هدر وقال يا ودي اخطانا في تقديراتنا في قدرات ايران. ما نكذبش عليكم، انا ثاني قلت يا ودي ايران ما تصبرش، بصح الله يبارك، ما شاء الله ما شاء الله خاوتي. راك عارف معناها انك تقلط تدخل في حرب خاسره ضد ايران، انك كنت تشوف فيها ضعيفه من بعد لقيتها قويه 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 جدا. المهم خاوتي كامل قلطنا فيها والله صراحه، حاجات نحكوا صراحه كامل قلطنا فيها. ربي يجيب الخير وخلاص وشكرا وصحة صحوركم خاوتي. ما تنساوش جام ابوني، نموت عليكم كاع، ربي يحفظكم.